تخيل توصل لمرحلة في حياتك محدش يقدر يعصبك ولا كلام الناس يأثر فيك، مرحلة سلام نفسي كامل. الدكتور خالد المنيف مسميها المرحلة الملكية. بيقول الناس اللي وصلوا لها غالبا في عمر متقدم وبعد ما عاشوا كتير من التجارب، وقال بتسمى المرحلة الملكية لفخامتها ولأنك تصبح تملك نفسك. فألف كتاب سماه المرحلة الملكية وشرح فيه ايه هي المرحلة دي وايه المنظورات الفكرية اللي تخليك توصل لها بسرعة في قهوتك اللذيذة او مشروبك اللي انت بتحبه، وتعالى نعيش المرحلة الملكية. عزيزي المشاهد الجميل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيك في حلقة ملكية جديدة من رتب أفكار. أول صفة في المرحلة الملكية وخليني أقراها لك نصا: لن تتورط في جدالات تافهة، ولن تستدرك لمعارك صغيرة، ولن تصرف دقيقة في إقناع من لا يريد أن يفهم. يا الله، بص، أنا بقرأ الكتاب من منظوري وأنا شخص مؤمن جدا إن الجدال أهم طرق للتفاهم. فلما أختلف أنا وأنت على فكرة نتجادل فيها عشان أوصل لك وجهة نظري وتوصل لي وجهة نظرك، أحاول أفهمك حتى لو مش متفق معاك، وده لأني بستمتع بالجدال لأنه بيوسع مداركي. وممكن أتغير فعلا حتى لو ما اتغيرتش في نفس اللحظة، ممكن أتغير بعدين بعد ما أشرب الفكرة ورددها في بالي أكتر من مرة. بس ليه نقطة الجدل مهمة جدا جدا؟ لأن في جدالات عقيمة يا صديقي العسل ما تستحقش دقيقة من وقتك، زي الجدال في الحقائق، لأنه مهما تجادلنا أنا وإنت الحقيقة موجودة ومش هتتغير عشان نقاشي أنا وإنت. الشمس هتفضل تشرق وتغرب بإذن الله، سواء اتناقشنا على إنها ممكن تطلع بكرة ولا لأ، هي طالعة إن شاء الله. والجدال المبني على عواطف دي بالذات اقفلها على طول قبل ما تبدأ، لأنها معركة حتى لو كسبتها هتخرج منها خسران. زي واحد بيشجع ريال مدريد والتاني بيشجع برشلونة، مفيش أمل إنك تقنع واحد يشجع الفريق التاني. طالما في حب وولاء يبقى العقل مش شغال. أما الجدال في اختلاف وجهات النظر لما يكون الأمر يحتمل الصواب والخطأ أو الصواب والصواب أو الخطأ والخطأ، هنا بتكون الجدالات مثمرة. وفي المرحلة الملكية هتوصل لحالة هتشوف معظم الجدالات تافهة، ولو استدركت لنقاش معين هتدخله وانت هادي وانت رايق رحب الصدر، مش فارق معاك النتيجة لكنك مستمتع بالجدال. تاني صفة في المرحلة الملكية: لن تعطي توافه الأمور أكتر من قدرها. الدكتور خالد المنيف بيديك هدية عبارة عن قاعدتين. القاعدة الأولى: لا تهتم لصغائر الأمور، والقاعدة الثانية: كل الامور صغائر. وبيضرب مثال: تخيل انت سايق وحد كسر عليك، معظمنا بيغضب وبيتضايق وحقك لان تصرف همجي وكأن الشارع بتاعه، بس لما تركز على اثر الموضوع على حياتك هتلاقيه مش بيأثر ولا حتى بنسبة 0.0000 لحد ما توصل بيتك وهو يوصل بيتهم 0%. يعني مفيش حتى واحد في الآخر، لأ كلها صفار. في المرحلة الملكية بتوصل لحالة ما بتديش التوافه دي أي اهتمام وبتعدي من جنبك مرور الكرام. ثالث صفة في المرحلة الملكية: لن تسلم عقلك لأحد ولن تجعل من حولك يفكر عنك، وأحكامك على الآخرين أنت من يقررها. ما تخليش حد يجي ويديك الأفكار ويخليك تشربها زي ما هي، يقولك اسمع اللي بيعمل كذا وكذا وكذا يبقى أكيد كذا وكذا وكذا، اتفضل، وانت تاخد الفكرة وتمشي. يقولك فلان الفلاني في 1 2 3، ويخليك تلبس الفكرة دي وتعيش عليها، ويخليك تحكم على الناس أحكام مش انت صاحبها. كل ده بس عشان سلمت له دماغك يفكر مكانك. في المرحلة الملكية بتمسك زمام عقلك. التصرفات اللي عملها فلان ممكن تكون مش عجباك، بس في نفس الوقت عجباني عادي جدا طالما لا تمس الدين والأخلاق، يبقى مفيش مشكلة. دايما ارجع للمبادئ يا صديقي العسل. في المرحلة الملكية عندما تبتلى بكاذب لن تتحرك فيك شعرة ولن تحشد الأدلة والقرائن لإثبات كذبه، بل ستقول كذبه عليه ووقتي أثمن من معالجة أمر لا يقدم ولا يؤخر. مش هتحاول تثبت لأي حد كذاب إنه كذاب
طالما مش مأثر فيك ومفيش بينكم علاقة وكذبته مش مأثرة على حياتك. هتبعد عنه وتقول له يا عمي انت صح وتريح دماغك. في المرحلة الملكية ستدرك أن الهداية بيد رب العالمين، وأنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. مهما حاولت تغير الناس، في ناس ما بتغيروش أبدا أبدا. وذكر قصة عن واحدة في الأربعينات من عمرها، إخواتها على طول بيتخانقوا ودايما في بينهم مشاكل، وبتحاول على طول تصلح بينهم. كانت على طول زعلانة لأنهم على طول متخانقين. في مرحلة من المراحل قررت إنه خلاص هما مش هيتغيروا ولا هيتصالحوا، براحتهم، أنا هركز على حياتي وأسرتي. وهنا رجعت الابتسامة لوشها وبقت أسعد من الأول. كل ده لأنها غيرت فكرتها وتقبلت الوضع. إخواتي مش هتغيروا ودي معركة أنا مش هكسبها. في المرحلة الملكية لن تهدر ما تبقى من عمرك في البحث عن الأحسن والأروع، بل ستقبل بالحسن والجميل. هتفهم إن الكمال لله وحده ومفيش داعي تستنى الأحسن، لأنك هتدرك إنك واقف في طابور انتظار لا نهائي، وهترضى بالمقبول اللي هيزيد بعد فترة بتطورك لأكتر من اللي كان عليه. في المرحلة الملكية لن تعمل بنظام الشمعة المحترقة، مش هتقبل تكون شخص من الدرجة التانية، هتراجع علاقاتك وتفلترها، وهتهتم بنفسك وتطورها من غير أنانية ومن غير هدر لحقوق اللي حواليك. في المرحلة الملكية لن تتبع أخبار الناس ولن تتقصى أحوالها، مش هيهمك مين سافر ومين لسه هنا، ولا مين معاه موبايل ايه او راكب عربية نوعها ايه، ولا ساكن فين او عايش ازاي. كلها حاجات لا بتقدم ولا بتأخر. كل اللي هيهمك هو نفسك وأسرتك وازاي تعلي من شأنك ومستواك. في المرحلة الملكية ستدرك أن التكيف مع الظروف أهم أسباب السعادة. مهما كانت ظروفك صعبة وحياتك مأساوية، مش هتلوم الظروف، هتغير اللي تقدر عليه، واللي مش قادر تغيره هتتأقلم معاه وتدور على الفايدة جواه. ما تستناش فترة معينة عشان تعيش مرحلتك الملكية، عيشها من دلوقتي وانت لسه شباب عشان تعيش حياة فخمة تليق بيك زي فخامة الحلقات اللي فاتت والحلقات اللي جاية. اكتب لنا في الكومنتات انهي نقطة لمستك وقررت تطبقها. شارك الفيديو مع معارفك واصحابك لعلهم يستفيدوا. لو احنا على اليوتيوب تشترك على القناة